الفيديو ده مختلف شوية، وهو ان احنا هنقول فيه يعني زي روتين تمشي عليه لمدة 10 ايام عشان تخلص كل المتراكم اللي عليك. وحتى لو انت لسه ما بدأتش، ازاي تخلص كل المنهج اللي فاتك الشهور اللي فاتت في 10 ايام بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. اول حاجة هنجيب صديقنا وهو الورقة والقلم. هتجيب الورقة والقلم بتاعتك، هتكتب كل الفصول اللي اتراكمت عليك او عدد المحاضرات او الدروس ايا كان. بس اللي هتكتبهم في الحتة بتاعة المتراكم ايه هي؟ وهي الدروس اللي انت ما فتحتهاش اصلا، يعني مش مذاكرها ونسيتها، في فرق وهقولك فين بعدين. تمام. انت دلوقتي هتكتب لي كل حاجة متراكمة عليك ما فتحتهاش قبل كده. تمام. بعد كده هتكتب في ورقة تانية الحاجات اللي انت نسيتها او عايز تدوس عليها او عايز تراجعها تاني. تمام. هنرجع للورقة التانية دي بعدين. نمسك بقى الورقة الاولى. لو انت دروسك اونلاين يعني مش بينزلك اكتر من محاضرة 2 في الاسبوع جديد. تمام. لو انت سنتر فانت بتنزل كل يوم وانا عارفة ده كويس. طيب النظام ده هينفع مع الاتنين سواء انت سنتر او اونلاين. اول حاجة بتوع السنتر انتوا في منكم يعني بينزل دروس بدري الساعة 8 والساعة 7 وفي منكم بينزل 6 الفجر اصلا. تمام. احنا دلوقتي هنتكلم في ان انت هتنام بدري وهتصحى الفجر تذاكر لغاية ميعاد اول درس. هتخلص دروسك ترجع تنام ساعتين تصحى تكمل مذاكرتك لغاية مثلا الساعة 11 12. بعد كده تنام تاني وتصحى الفجر وهكذا. تمام. روتين انت هتضغط بس فيه على نفسك 10 ايام بكتير، يعني لو قلنا ان انت فاشل هتاخد 10 ايام بكتير. تمام. طيب بالنسبة لو انت اونلاين فنظامك هيبقى احسن شوية عن بتوع السنتر. ايه اللي هيحصل لك؟ وهو انك هتنام الساعة 10، هتصحى الساعة 5 تصلي الفجر وتقول اذكار ورد القرآن بتاعك وما تفطرش. شوف انا بحط تحت الكلمة دي بأكلك عليها، ما تفطرش ولا تشرب اي حاجة، اشرب مية بس. تمام. هتذاكر لغاية الساعة 8 9. تمام. بعد كده تقوم تفطر وتجهز قهوتك وتكمل جلسة المذاكرة التانية لغاية الساعة 12 الظهر. تمام. هتقوم تصلي الظهر. بعد ما تصلي الظهر هتنام ساعة أو ساعتين بالكتير. تمام. بعد ما تنام الساعة أو الساعتين دول هتصحى من النوم، هتكمل مذاكرتك لغاية الساعة 10 بالليل. طيب هتذاكر كام ساعة؟ وهو ان انت هتذاكر ساعة و10 دقايق بريك او ساعتين وتلت ساعة بريك على حسب. ولو انت شخص اصلا مش قادر تقعد على المكتب حرفيا فانت ممكن تذاكر 25 دقيقة و5 دقايق بريك. واللي بيقولك النظام ده وحش والنظام ده مش عارفه ايه، انا مش بقولك كمل بيه مدى حياتك. تمام. يعني انا مش بقولك كمل بيه مدى حياتك. ايه مدى حياتك دي؟ ما علينا. كمل بيه حياتك يعني. انا بقولك كده لغايه بس متعود على عاده المذاكره. انا لما بحس ان انا مش طايقه المكتب ومش طايقه ان انا اذاكر ببدا الاول ب25 دقيقه، في 25 دقيقه كده 4 جلسات مثلا 25 دقيقه، بعد كده بقعد وقت طويل عادي. تمام. ماشي. بعد كده اهم حاجه علاقتك بربنا. يعني ايه تبقى انت شحط وانتي شحطه برضو وما بتصلوش؟ بص انا مقدره جدا فكره ان احنا بيجي علينا اوقات مش بنكون قادرين نصلي او بحس ان انا مكسله او مثلا وقت الفجر ببقى بردانه ومش قادره اقوم. وطبعا الشتا دي بتحب النوم والاكل بس. تمام. وانا معاكم بصراحه يعني. ولكن ده بقى الفرق، ان ربنا مش هيساوي ما بين شخص قام في عز البرد راح صلى في المسجد وبنت قامت برضه في عز الفجر وقامت اتوضت وصلت، ببنت تحت البطانية كانت سهرانة لغاية الساعة 2 بالليل او حتى نايمة بدري ومعرفتش تصحى بدري عشان بردانة وهي تحت البطانية حاليا. والولد برضه ربنا مش هيساوي ما بينك وما بين واحد نزل صلى في المسجد. تمام. وانت نايم. فنصيحة من اخت، قربوا من ربنا يا جماعة. عمرك يعني انت كبني ادم عمرك ما هتروح لربنا ويرجعك مكسور الخاطر او مش جابر خاطرك. اقسم بالله هيجبر خاطرك مجرد ما تروح له. تمام. يعني صفحة القرآن في اليوم مش هتتعبك. انت بتسكرول على تيك توك وعلى انستا وعلى السوشيال ميديا اكتر من 3 ساعات في اليوم. فصفحة قرآن واحدة، صفحة قرآن واحدة بس مش هتضرك. تمام. بالعكس انت بتغسل قلبك. الاغاني برضو ابعد عنها. عشان انا اكتشفت ان في حوار كده منتشر ما بينكم، هو ان انت بتذاكر وانت مشغل جنبك اغاني. حضرتك انت عايز توفيق ربنا. تمام. مش هقولك بقى الاغاني حرام ومش عارفه ايه. علميا اصلا انت مش هتستقبل نص المعلومات دي والاغاني شغاله. سيبك بقى من النظريات النص كم اللي طالعه اللي هو الموسيقى تحسن التركيز. تحسن تركيز مين؟ ده أنا هردد الاغنيه اصلا مش هركز في اللي انا بذاكره.
تمام. طيب انت هتذاكر ازاي اصلا؟ يعني انت شخص بادئ مراكم ايا كانت حالتك، انت هتذاكر ازاي؟ اللي انت مراكمه هتشغل محاضرة، تفتح كتابك، هتمشي ورا المستر في الكتاب، في معلومة مهمة قالها اكتبها في الكتاب، لازم توحد مكان مذاكرتك. يعني مش تذاكر لي من كشكول وكتاب وملزمة والحصة، لم كل ده في حاجة واحدة، يتلخص كله من الكتاب والملزمة والمحاضرة في الكشكول، يتلخص كله في الكتاب، يتلخص كله في الملزمة ايا كان. تمام. ولكن وحد مكان مذاكرتك. هتخلص المحاضرة، بعد كده هتراجع كل المعلومات المهمة اللي انت كتبتها، وتراجع كل حاجة من الكتاب او المكان اللي انت كتبت فيه. بعد كده على طول هتروح تحل. اهم حاجة الحل، 30% مذاكرة و70% حل. تمام كده في كل مواد. طيب احنا هنمشي ازاي؟ معاك 10 ايام كل يوم مادة علمية ومادة نظرية. مادة علمية يعني مثلا فيزياء وعربي، كيمياء وانجليزي، احياء وعربي، هكذا. تمام. بلاش تحط مثلا كيمياء وفيزياء في نفس اليوم، ده حتى لو انت بتنزل دروس سنتر بلاش تحط فيزياء وكيمياء في نفس اليوم. انت في الاسبوع المدرس مش بينزلك اكتر من حصة واحدة بس اونلاين، بتوع السنتر هما اللي بينزلوا كذا مرة. بس انت لو مشيت بفكرة ان انت تذاكر مادتين في اليوم وتذاكر فيهم يا عم المتراكم بس، تمام. اصل انت مش هينزلك مليون محاضرة، انت هتنزلك محاضرة جديد ودي هتتلم عادي سهلة يعني بس مش هتسيبها قبل ما الاسبوع تطلع ما يكونش وراك ولا حصة جديدة من كل المواد. تمام، تبقى مخلصهم كلهم ومخلص كمان جزء كبير من القديم. احنا النهاردة يعني بحسب ما انا بسجل فيديو، فالنهاردة كان اليوم التاسع من تحدي 100 ساعة، كان برضو 10 ايام، ولكن بنذاكر فيهم 10 ساعات، 4 ساعات للمتراكم و6 ساعات للجديد. وفي كتير قوي انجز وهنزلهم شهادات تقدير على جروب الواتس وعلى قناة التليجرام. انا حاليا هسيبلك كل اللينكات دي تحت عشان احنا نبدأ في التحدي بتاع ازاي نلم المتراكم في 10 ايام ده. من امتى؟ من بكرة اخر يوم في تحدي 100 ساعة، وان شاء الله الفيديو ده هينزلك النهاردة. فيوم التلات هيبقى يوم التلات، من يوم التلات هينزلك اللي هو ازاي نلم المتراكم في 10 ايام. ده هينزل كل التفاصيل بقى بتاعته، اللي هو الجروب، على الجروب قصدي، وعلى قناة التليجرام، التاسكات ومعسكرات وكل الكلام ده. اتعب بس ال10 ايام دول وانت هترتاح بعدين حرفيا. اللي بيقولك بقى انا بسلم عليك من نقطة الصفر ومش عارفة، انا بسلم عليك من بعدين ومفيش راحة في قدام، في راحة قدام لما تبقى انت مختار كليتك بايدك، ففي راحة قدام. لما تشوف فرحة اهلك يوم النتيجة يبقى في راحة قدام. فرحة يوم النتيجة هتنسيك تعب السنين اللي فات كله من اول الابتدائي لغاية دلوقت. فخلي عندك دم وذاكر. وبس كده، لو محتاج اي حاجة ابعتلي انستا، واتس، تليجرام، ايا كان. ولو محتاج متابعة ممكن تشترك في المتابعة الشخصية بسعر رمزي جدا. وبس كده، سلام.